انت لو مربي بياض، تعال اقولك على طريقة تزود بيها انتاجك وتوفر بيها تكلفتك، وهي طريقة بسيطة جدا، انك تستخدم برنامج البايو فاكتوري ليكويد، وهتزود انتاجك وهتعمل ده بأقل كمية علف، وانت هتشوف هتوفر علف قد ايه وازاي هتقدر تستفيد من كل جرام علف. يعني اكسب انتاج زيادة ووفر في تكلفتك، وكمان انتاج بيض بالمواصفات القياسية. تقدر تجرب معانا وتشوف الفرق بنفسك. ودلوقتي هنتكلم عن المقاييس المتعلقة بإنتاج البيض. وطبعا الشركات العالمية بتصدر لكل سلالة من سلالات البيض دليل التربية مانوال، وبيكون موجود في الدليل عدة مقاييس ومعايير لازم نفهم ازاي نحسبها. وأهم المقاييس معانا أول حاجة النسبة المئوية لإنتاج البيض، ودي بتعتبر أهم صفة من الصفات الإنتاجية للدجاج البياض. وببساطة جدا معناها عدد البيض اللي بتنتجه كل 100 دجاجة يوميا. يعني أنا لو عندي 100 دجاجة وأنتجت في اليوم 70 بيضة، ده معناه إن النسبة المئوية بتمثل 70%. تاني مقياس معانا هو عدد البيض التراكمي، وده بيمثل عدد البيض المنتج من الدجاجة الواحدة في القطيع خلال فترة معينة، يعني أسبوع أو 28 يوم أو شهر أو للسنة الإنتاجية الكاملة. وممكن أحسب العدد على أساس حاجتين: أول حاجة عدد الدجاج في بداية السنة، وتاني حاجة عدد الدجاج في نهاية الفترة. وطبعا العدد ده بيمثل عدد البيض مش النسبة المئوية للإنتاج. وبقدر أحسبه بمعادلة بسيطة، وهي عدد البيض اللي بينتجه القطيع خلال الفترة بيساوي عدد البيض التراكمي بيضة لكل دجاجة على عدد الدجاج بالقطيع على أساس البداية والنهاية. تالت مقياس معانا وهي كتلة البيض، ودي بتمثل عدد جرامات البيض اللي بتنتجه الدجاجة الواحدة خلال فترة معينة، يوم أو أسبوع أو شهر. لما اجي احسب كتلة البيض المنتج في فترة طولها اسبوع او شهر، بستخدم المعادلات الجاية. اول واحدة معانا هي كتلة البيض للدجاجة الواحدة ناقص عدد البيض التراكمي خلال الفترة في معدل وزن البيضة الواحدة. تاني معادلة هي كتلة البيض المنتج بيساوي نسبة انتاج البيض في معدل وزن البيضة في طول الفترة بالأيام. وعاوز تعرف تأثير برنامج البايو فاكتوري ليكويد في البياض؟ تابع معايا. أول حاجة بيقلل معامل تحويل العلف إلى بيض، والنتيجة خلال 10 أيام فقط. بس طبعا لازم ناخد في الاعتبار تاريخ المزرعة المرضي والإنتاجي، وده من خلال الاستفادة من كل جرام علف بياكله الفرخ البياض وبيحوله لبيض. بيقلل من كمية العلف المأكولة بمعدل من 10 ل 12 جرام علف لكل فرخ يوميا، وبيقوي المناعة وبيقلل النافق، وبيزيد الإنتاج خلال أول أسبوع من الاستخدام، وبيمنع تكوين السموم الفطرية، وكمان هو مضاد للأكسدة، وبيزيد هضم وامتصاص العناصر الغذائية والمعدنية، وكمان بيحسن من هضم البروتين في العلف، وبيزيد كفاءة التحويل الغذائي إلى بيض، وبيحسن الأداء الإنتاجي للدجاج البياض في إنتاج البيض واستهلاك العلف وتحسين صفات البيض، وبيقلل كمان من نسبة البيض الشاذ، وبيزيد من معدل وزن البيضة والكثافة، وبيخفض من معدل الكسر. لو فعلا عاوز تزود إنتاجك اتواصل معانا.